تخيل معايا يا عزيزي المشاهد، تخيل معايا يا عزيزي الهجاص، لو اللعبة اللي فوق بتاعت مباراة الاهلي والاسماعيلي اتحسبت ضربة جزاء للاهلي في مباراة الاهلي والاسماعيلي مش على الاهلي. تخيل رد فعل رضا عبد العالي الهجاص، رد فعل الاسماعيلاوية، رد فعل الزملكاوية، رد فعل خبراء التحكيم، ورد فعل الاعلام. تخيل الكل هيقول لك الاهلي بيكسب بالتحكيم والكرة دي ما فيهاش اي حاجة، واي لمسة للاهلي بتتحسب ضربة جزاء. طب تخيل نفس اللعبة دي اتحسبت على الزمالك ضربة جزاء. تخيل المؤامرة الكونية اللي هتحصل من رضا عبد العال ومن جمهور الزمالك. تخيل الدور اللي هيدخلوا فيه، وهيدخلوا ويعيشوا جو المؤامرة جوه المؤامرة نفسها، ويقول لك ان اي لمسة على الزمالك بتتحسب ضربة جزاء، والكورة اتحسبت ضربة جزاء وما فيهاش حاجة، وده هيكون رد فعل الزملكاوية. طب تخيل بقى معايا اللعبة التانية بتاعة الزمالك اللي اتحسبت ضربة جزاء للزمالك. يا عيني ما تعرفش ليه، يا دوب بس محمد عبد الغني لمس اللاعب بتاع الزمالك سامسون، فسامسون قعد على الارض، فالحكم قرر ان هو يحسب ضربة جزاء. تخيل اللعبة اللي تحت بتاعة سامسون دي اتحسبت ضربة جزاء للاهلي. شوف بقى رد فعل رضا عبد العالي الهجاص والزملكاوية والاعلام وكل الناس هتطلع تقول لك شفتوا الاهلي بيكسب ازاي؟ الاهلي بيكسب بالتحكيم، ده الاهلي اي لمسه ليه بتتحسب ضربه جزاء. شوف الاهلي اتحسب له ضربه جزاء وكان محتاج يكسب علشان يكسب كده. هي دي الحكام بتاعه الاهلي، هي دي الحكام اللي بتدي الدوري للاهلي. تعالى بقى شوف الكوره دي اتحسبت ضربه جزاء، لو اتحسبت ضربه جزاء على الزمالك، نفس اللعبه بتاعه سامسون دي بس بالعكس، واتحسبت ضربه جزاء على الزمالك. جو المؤامرة، والناس هتعيش مؤامرة كونية ما تعرفش هيجيبوها منين. يا عيني على المؤامرة، يا عيني على المظلومية، يا عيني على اللي بيحصل في الزملكاوية. الهجاص وشلته والإعلام والرقاص وشلته كلهم هيطلعوا يتكلموا على إن الزمالك بيتظلم تحكيميا، وإن الزمالك إزاي يحصل فيه كده ومفيش عدل، ولأجل مين الزمالك يسقط، ولأجل مين الزمالك يخسر نقاط. والزمالك بيخسر نقاط علشان خاطر ما ينافسش في الدوري، واصلا الزمالك لا بينافس لا في دوري ولا يقدر ينافس في الدوري. المهم ان هيعيشوا جوه المؤامره دي. لعبتين او دول لعبتين في ماتشين ورا بعض، امبارح والنهارده، لعبتين فيهم وعليهم، لكن دي فيها شك فالقرار فيها يكون ضد الاهلي، ودي فيها شك فيكون القرار فيها لصالح الزمالك، من غير ما الحكم ده يرجع للفار في مباراة الاهلي والاسماعيلي، ومن غير ما الحكم ده يرجع للفار في مباراة الزمالك والبنك الاهلي. علشان كده الزمالك بيكسب البنك الاهلي بضربة جزاء. انا عن نفسي شايفها ما فيهاش اي حاجة نهائي، ضربة جزاء وهمية. ضربة جزاء لو المهاجم هو اللي ساند على محمد عبد الغني، او لمس محمد عبد الغني بالشكل ده، هل هيتحسب عليه خطأ سواء داخل منطقة الجزاء سواء خارج منطقة الجزاء؟ هل دي هتتحسب خطأ؟ اشك ان الكرة دي تتحسب خطأ سواء على مهاجم، سواء على لاعب نص ملعب، سواء على لاعب مدافع. مش هتحسب خطأ في اي مكان في الملعب غير لصالح الزمالك فقط لا غير. علشان كده الزمالك بيكسب بالتحكيم. اخطاء تحكيميه وضربة جزاء تحكيميه فجة ملهاش علاقه بضربات الجزاء. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده، لو لسه اول مره بيشوف قناتي وطبعا ده الاكيد، تشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لايك وكومنت. اللايك هو وسيله دعمك الوحيده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. بيقول المحتوى ده كويس او مش كويس علشان يرشحه لغيرك، فما تبخلش علينا بيه.